ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت مالح. بسكوت المالح عبارة عن ايه؟ نمشي كده واحدة واحدة. بس انا عاملة مقدارين، اللي عايز يعمل مقدار واحد هنقلل شوية، يعني مثلا 3 كوبايات دقيق. اي كوبايه بتعايري بيها الدقيق، بتعايري بيها السمن، بتعايري بيها اللبن، بتعايري بيها كل حاجه. تمام. احنا النهارده عندنا المقادير بتاعتنا اهيت. بسم الله. عندنا هنا انا حاطه، هو المفروض 3 كوبايات دقيق، انا حاطه 6. تمام. ال3 كوبايات دقيق بيبقى عليهم نص كوبايه سمن، ممكن سمنة على زيت، ممكن سمنة خالص، ممكن زبدة على زيت، كده براحتك. ممكن زبدة خالص، انت حر. هي عندنا الدقيق وعندنا سمن، وهتعرفوا المقادير وانا بحطها برضو واحدة واحدة. وعندنا سمن، عندنا لبن، وعندي نشا، وعندي كمون على حبة البركة بس متحمصين شوية. وعندي هنا معلقة من الملح، وعندي هنا معلقة من البيكنج باودر. هقول بقى ايه؟ يعني انا هكلمكم على المقادير اللي هي ال3 كوبايات بس. 3 كوبايات دقيق عليهم نص كوباية من الزيت على سمنة او على زبدة، عليهم معلقتين كبار من النشا، عليهم معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الكمون، معلقة كبيرة من حبة البركة بس نحمصهم. وعندنا نص كوباية من اللبن، وحسب ممكن تاخد نص كوباية ومعلقتين. انا عاملة مقدارين، فانا هوريكم بقى الطريقة دلوقتي، وهنروح على العجان ونشوف كل الحاجات دي هنعملها ازاي. بس قبل ما نروح هقول لكم على حاجة معينة. اول حاجة هاخد المقادير الجافة كلها مع بعض الاول. هاخد المقادير الجافة كلها مع بعض. يعني انا عندي هنا الدقيق، هاخد عليها البيكنج باودر، هاخد عليها الملح، هاخد عليها الكمون وحبة البركة اهو. تمام. هحط كل الحاجات دي ومعاهم كمان النشا، كل الحاجات الجافة مع بعض. تمام كده. هاخد بقى كل الحاجات دي عشان اخلطها في الخلاط على الناشف كده، عشان تتخلط كويس قوي قوي مع بعضيها. وهوريكم احنا هنعمل ايه تاني. كده خلاص انا خلطت كل الحاجات الجافه كلها مع بعضيها عادي خالص. هبتدي اعمل ايه؟ انزل السمنه عليها، عشان لازم كل حبايه دقيق تشرب من السمنه بتاعتنا. كل حبايه دقيق تشرب من السمنه. هعمل ايه؟ هبتدي انزل السمنه اهي، اهي السمنه اهي، زيت على سمنه عشان تديك القرمشه اللي انت ايه، اللي انت عايزاها. كده خلاص حطينا السمنه. هبتدي اعمل ايه؟ اسمها يعني بتبسيه، زي اللي بتبسيه بتاع الكحك كده. هنفضل نلف السمنه مع الدقيق والحاجات الجافه دي كلها لحد ما تحسي انها كلها شربت اللي احنا عايزينه كله. تمام كده. ده اللي هو البس بتاعه، وهرجع لكم على طول عشان خاطر الصوت. زي ما احنا شايفين كده خلاص احنا بسيناه كويس قوي زي ما احنا متفقين. المهم ان هو بصوا بقت تعملي كده. بصوا كلها سمنه. هبتدي بقى احط ايه؟ ازود اللهم صل على النبي، اللبن بقى. نبتدي نعجن باللبن. هحط طبعا اللبن انا من الجنب كده بس. ايوه هحط اللبن حبه حبه واشغل بس عشان خاطر الصوت برضو، وارجع لكم تاني. هعجنهم بقى باللبن واوريكم، اقول لكم خدت لبن قد ايه. شايفين بقى ادي العجينه كلها ايه. بصوا بقى عامله ازاي. بصوا بصوا، هي دي عجينه اللي احنا هنعمل بيها البسكوت. انا بقى هعينها من العجان وابتدي احضر ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. من العجينه وهبتدي ابقى افردها. خدت حته من العجينه وابتديت افردها.
انا برضو الكاميرا عايزاها تبقى معاكم بالظبط اهي. هبتدي افرد. انا عايزه السمك بتاعها يكون سنتي، السمك بتاعها يكون سنتي. السمك بتاعها ولا تخين ولا رفيع، تمام. بصوا بقى كده، شايفين السمك بتاعها قد ايه؟ شايفينه؟ هو ده. هبتدي اشيل بقى ديت وهجيب اول، فاكرين دي، فاكرين ده انا جايباها وشايلاها مخصوص عشان بدل ما اقعد بالشوكه اعمل، لا هي دي كده. بصوا اهي، لازم نخرمه كده اهو عشان ما يقبش مننا. هاخد بقى كده بالقطاعه، عايزه مربعه ماشي، عايزه مدوره ماشي. هنجرب دي اهي اهي، حبه وحبه. انا بوريكم بس اول واحده معاكم اهو اهوت. والله هتعجبكم جدا وهيعجب الولاد قوي قوي قوي. خلي بالكم ان في قلب من جوه فبيعمل شكل معاها. هنا ما كانش باين قوي القلب، مش مشكله اهي. بصوا بقى كده، كل ده هنعيده تاني من الاول. بس انا عايزه اوريكم بس، شايفين الشكل جميل ازاي؟ هجيب بقى الصاج ونرص سوا مع بعض ونعيل بس الفوادل دي كده على ما نرص عشان ما تنشفش مننا اهيت. يا ريت لما تعملوا البسكوت ده كتروا منه شويه، لان فعلا بجد هيعجبكم جدا جدا جدا. كمان ان جنب الشاي، اولا احنا دايما بنحب الحاجات اللي هي مملحه شويه. كل ده هيتساوى طبعا. هجيب بس الصاج ونرصه جنبيكم ونشوف هيعمل ايه. انا جبت الصاج اهو، هبتدي اخد كده وهوريهولكوا برضو على الصاج اهو، ونخليه بعيد شويه عشان ما يطلعش لازق في بعضه. صدقوني بصوا شايفين شكله. انا بقى هكمل الكميه بتاعتي كلها وبعد ما اكمل الصاج هوريهولكوا. كده خلاص كملت الصاج بتاعي، عملنا حبه مربع وحبه مدور. ما شاء الله ما شاء الله هيطلع كميه كبيره لان هو حجمه كله صغنن وريحته تحفه وهو ني. انا هسويه ولما اطلعه من الفرن ان شاء الله هوريهولكوا. هنخبزه على ايه؟ على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. اول ما من تحت يبتدي ظهره يحمر شويه هنفتح من فوق الشوايه. ده اول صاج خرج من الفرن، دي اول واحد وادي التاني بس سخن جدا، سخنين يعني، بس مش قادره اقول لكم الريحه تحفه تحفه تحفه. اوريكم كمان هنا كده ده بارد شويه. بصوا السوا بتاعه وبصوا السوا، والله تحفه فوق ما تتخيلوا. بصوا الصوت، اسمعوا بقى انتوا الصوت. بصوا شايفين مقرمش جميل، ريحته حلوه. الكمون عامل عمايل جامده في البيت بشكل ما عندكوش فكره. انا بقى ايه كده خلصت، هفضيه بس واحطه في الطبق بتاعه وهوريهولكوا على طول. خلاص وصلنا لحد اخره. بس على فكره ده حبه منه، بس حبه منه لان لسه بقيه الصاجات ما بردتش. يعني انا طلعت منه بالظبط 4 صاجات.
3 كبار وواحد صغير. بصوا خطير 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 خطير، شايفين الشكل تحفة ازاي؟ ده كان كحك البسكوت اللي هو بالكمون وحبة البركة. مش قادرة اقول لكم الريحة في البيت عاملة ازاي. ان شاء الله لو الفيديو عجبكم بقى يعني سهل عليكم وحبيتوا ان انتوا تجربوه، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والتعليق، ويا ريت تقولوا لي ايه رايكم فيه بعد ما تجربوه. طبعا قولوا لي ايه رايكم فيه، بس صدقوني هو بسكوت اقتصادي جدا وسهل وسريع وحلو وطعمه جميل جدا، حتى ممكن الولاد ياخدوا منه معاهم وهم رايحين المدرسه. هقول لكم ايه، اشوفكم ان شاء الله على خير، واشوفكم فيديو جديد بطريقه جديده، واقول لكم ايه، واكله جديده، واقول لكم ايه. باي باي، سلام عليكم.